هتجيبوا صدور الفراخ كاملة زي ما هي وتبتدوا ان انتوا تنشفوها من اي مية زيادة عليها. وبعد كده هتبتدوا ان انتوا تقطعوها بالسكينة بس مش لحد الاخر، يعني بعمل لها شرايح كده بالسكينة ومش بوصل للسكينة لحد الاخر عشان تبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. واحلى تتبيله معايا معلقتين كبار من الصويا صوص، معلقتين كبار من الصلصه، معلقه كبيره من العسل الابيض، معلقه صغيره من الملح والفلفل الاسود والبابريكا وبودره الثوم وبودره البصل، واخر حاجه الزعتر. وفي الاخر خالص بضيف ربع كوبايه من الزيت العادي، هقلبهم مع بعض كويس جدا. ودي احلى تتبيله صدور الفراخ. هبتدي بقى ان انا اتبل صدور الفراخ اللي عندي بالشكل ده. انا استخدمت صدرين بس من الفراخ، ودي التتبيله هتكفي الصدرين بس. لو عايزين تضاعفوا المقادير مفيش مشكله خالص. تتبلوها كويس جدا وتسيبوها في التتبيله على الاقل نص ساعه، ويا ريت كمان لو سبتوها من بالليل للصبح بتبقى احلى. هتجيبوا بقى البايركس بتاعكم او الصينيه اللي هتدخل الفرن، تملوها كده بشرايح من البصل وكمان شرايح من الفلفل الالوان. هتتبلوها بالملح والفلفل الاسود بس وتقلبوهم مع بعض كويس جدا. وبعد كده تبتدوا بقى تجيبوا صدور الفراخ اللي احنا كنا متبلينها وتحطوها على البصل والفلفل الالوان بالشكل ده. وطبعا اي حاجه فاضله من التتبيله بتحطوها، اوعوا ترموا اي حاجه من التتبيله. بكون فاتحه الفرن على درجه حراره 180 من قبل ما ادخلها بربع ساعه، بتدخل على الرف الوسط. بس طبعا لازم اغطيها الاول بالفويل قبل ما ادخلها. هي نص ساعه وهتلاقوها استوت معاكم، او حسب حجم الصدور اللي عندكم ممكن تاخد اقل كمان من نص ساعه. وده شكلها بعد ما استوت. هطلعها على طول من الفرن وهملى الوش بتاعها بقى بالجبنه الموتزاريلا وادخلها الفرن تاني. اول ما الجبنه تسيح بفتح عليها الشوايه من فوق عشان تاخد اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. في الاخر بزينها بشويه كمان من الزعتر. وده شكلها النهائي، مش قادره اوصف لكم ريحتها حلوه ازاي. اتفرجوا بقى على شكلها وانا بغرفها. المطه بتاعت الجبنه كانت خطيره، وكمان بقى الخضار عمل صوص كده حلو قوي وخد من تتبيله الفراخ وطعمها، فكان حلو جدا. الفراخ كانت طريه جدا وانا بقطعها كده كانت بتتقطع معايا بكل سهوله، وكانت جوسي كده وطريه، والتتبيله واصله لها لحد اخر حته فيها. انا قدمتها مع الرز الابيض، كمان تقدروا تقدموها مع البطاطس المهروسه او حتى مع حبه سلطه، بس كده هي مشبعه وطعمها خطير. وبس كده، دي هتبقى احلى طريقه تجربوا بيها صدور الفراخ. انا واثقه ان انتوا لو جربتوها بالطريقه دي مستحيل تغيروها. جربوها، انا واثقه جدا انكم هتحبوها.